مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي شيرين وشيزر عبر البث المباشر وعلى الكنترول. مستمعينا، ضيفنا بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها. رح نحكي اليوم عن موضوع مهم كتير واللي لازم الكل اللي مقبل على زواج انه يهتم بهذا الموضوع. وهل الموضوع هذا حقيقة مهمش بالنسبة لنا، سواء كان بسوريا او بالشرق الاوسط او عنا خلينا نحكي على مستوى مدينة القامشلي. موضوعنا هو موضوع تنظيم الأسرة، الفحوصات المخبرية قبل الزواج، وكثير من الأمور رح نطرحها هالأسئلة هاي على ضيفنا الدكتور رضوان محمد. خلونا نحن وانتم نرحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. مساء الخير شيف باش، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. مستمعينا، اي حدا عنده اي سؤال بما يخص الامراض النسائيه او موضوعنا، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101 او عبر الواتساب 093 82 80 81 4 عبر البث المباشر يلي برات البلد يلي عم يشاهدونا على بويار عربي. فيكم بأي رسالة تنضموا لنا ورح نجاوب على سؤالكم. بنتمنى منكم مشاركة الرابط لحتى اللي أصدقائكم أيضا يستفيدوا من الحلقة. لنبدأ حلقتنا، مفهوم تنظيم الأسرة دكتور، شو بنعني فيه؟ مساء الخير، الله يعطيكم العافية، شكرا لاستضافتي. هذا الموضوع طبعا مهم جدا. تنظيم الأسرة هو يعني بدك تشوف التعبير اللي عكسه، انه الأسرة الفوضوية، يعني انه الأسرة الفوضوية تجيب أولاد بدون يعني بدون منع حمل، بدون ما تكون في تنسيق بين عدد الولادات، انه والمرأة تضل دائما تحمل وترضع، فهيك يصير فوضى المجتمع وفوضى على مستوى الكرة الأرضية كلها، يصير يعني فوضى وتكاثر سكان. وكمان كل إنسان ما يأخذ فرصته بالحياة، يعني الطفل ما يأخذ فرصته من العناية ومن حتى من الرضاعة، من التغذية، من بعدين فترة الطفولة، من يكون طفولته كويسة، بعدين فترة الرفع والشباب إنه يأخذ فرصته بالحياة بالدراسة. فتنظيم الأسرة طبعا ضروري مشان كل طفل، كل إنسان يجي هالحياة يأخذ فرصته بالحياة، يعني يأخذ فرصته من الاهتمام من الوالدين، وبعدين من الأسرة الكبيرة، بعدين من المجتمع. تماما. فتنظيم الأسرة هي الغاية منها إنه تحديد عدد أفراد الأسرة، ويكون إنه كل فرد يأخذ فرصته بالحياة. تماما. وكناحية البشرية الإحصائية شافوا بالعالم إنه الأسرة تجيب 3 أولاد، عادة باعتبار البشرية دائما فيها مخاطر الأمراض والأوبئة والحروب، لا للأسف الشديد يعني. فدائما كل أسرة بالعالم يلزم 3 أطفال على الأقل، 3 أطفال حتى يضل البشرية محافظة على العدد الحالي اللي هو حوالي 7 مليار نسمة يعني. تماما. والحقيقة كل إنسان يجي مثل نحن اعتقادنا إسلامي وبالوحدانيين، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني كل إنسان عنده رزق من الله تعالى، بس يعني كمان الإكثار من تشوف البلدان المتخلفة اللي فيها عدد سكان كبير جدا. نعم. يعني فيها مآسي، يعني الناس تأكل من الزبالة، تأكل يعني يكون في عندهم أو بأمراض. شفنا نحن بالموضوع الحياة الحديثة، شفنا شو صار بالهند وشو صار بألمانيا. مثلا الكورونا بألمانيا تمت استيعاب المرض كله واللي حاط به، وكانت لكل الأجهزة وكل الكادر الطبي كافي وكامل للألمانيين ومصر. نعم. شفنا بالهند شو صارت فوضى، يعني بالهند وصل لدرجة ما قدروا حتى يعني يدفنوا المصابات الموتى. فنحن شعبنا موضوع تنظيم الأسرة هو إنه الحصول على أسرة مثالية اللي هي حوالي 3 أطفال تقريبا. وحتى التشريعات السورية الحديثة كمان عم يشجعوا إنه يجيبوا 3 أولاد. الولد الرابع أنت لاحظت حتى مثلا الموظفين الدولة، الولد الرابع ما في لا أمومة لا في إجازة ولا في شيء. ال3 الأولاد الأولانيين لهم حتى يعني لهم راتب طبعا الموظفين، يعني إنه راتب ولا راتب رمزي هو، بس يعني في معترف براتب تماما ويعترفوا الأمومة تبعهم. الولد الرابع الثاني غير مشجع، غير مرحب فيه يعني. تماما. دكتور، نسمع كتير بدول ربما الغرب عندهم بيطبقوا هالموضوع هذا، والإجراءات الثانية اللي دائما الأطباء النسائية بيشجعوها، موضوع الفحوصات الطبية والمخبرية قبل الزواج. يا ترى لأي درجة نحن عم نتقيد بهالفحوصات هاي، ولأي درجة هالفحوصات والتحاليل والإجراءات اللي لازم تنعمل قبل الزواج؟ هالشريكين اللي ممكن أنه يكون عندهم مرض عضوي أو آفة مستديمة أو أي نوع من الفرصة أنه يكون هالطفل أو الجنين اللي رح يصير له، هل الشريكين يكون مشوه أو ما ذلك؟ يعني تحكينا عن ضرورة هالفحوصات هاي.
عفوا بس كلمة تنظيم أسرة ما كمل تمام، التعريف تفضل. تبع بدون نعم. تعريف تبعها كمان هو الأسرة، الحصول على أسرة صحية عدد أفراد مثاليين. طبعا الأسرة الصحية تبدأ مثل ما هلا أنت ذكرت، تبدأ من الاختيار الزوجي. أيوة. إنه أول شيء يكون الزوجين ملائمين صحيين، ما يكون في أمراض وراثية، ما يكون في أمراض بالعائلة، خاصة الأمراض المنتقلة عن طريق الممارسات والمنتقلة عن طريق الجنس، والطريقة اللي فيها مرض عائلي. نعم. طبعا هاي تبلش بعد تبدأ الفحوصات قبل الزواج. الفحوصات قبل الزواج أهم شيء هو الاستشارة الوراثية قبل الزواج. يعني لما يصير الشاب وامرأة يتعرفوا على بعض، الأفضل شيء إنه يراجعوا طبيب نسائي أو طبيب مختص بالعلم الوراثي مشان يشوفوا القصة العائلية، إنه في شيء يعني خلل عائلي بالمورثات، مثلا يكون في ثلاسيميا أو في فقر دم منجلي بالعائلة سابقا، أو حتى بالأمراض النفسية فصام. هذول الأمراض هاي إذا موجود بالطرف الثاني، يعني إذا بالعائلتين موجودة، هاي يكون في خطورة كبيرة لظهور المرض عند فرصة كبيرة. طبعا في معادلات وراثية تظهر هين. فتبدأ أول شيء بالاستشارة الوراثية. رقم 2 في تحاليل فحوصات معينة عملها، فحوصات مش من ضمنها فحوصات الصحة العامة من تبع العام الأسترالي، الفحوصات الوراثية الثانية مثلا بطاقات دموية، فحص جسيمات بر ياخذوا بطاقة من باطن الفم. في بعض الفحوصات متوفرة عندنا وفي بعضها غير متوفرة عندنا. نحن اللي هون بنظام نقابة الأطباء سوريا إنه في عيادة الاستشارة الوراثية قبل الزواج، في فحوصات عامة يعملون فحوصات، بس فحوصات لما تصير تخصصية وقتها تنعمل بمراكز محددة بالشام اللي يشوف الصبغيات ويشوف الجينات الوراثية للأمراض معينة. أما في فحوصات عامة تنعمل بكل مخابر، هاي ممكن نعملها. فالموضوع أهم شيء فيها الاستشارة الوراثية لدراسة الحالتين، ورقم 2 فحوصات عامة. رقم 3 إذا في شيء خاص بقى تنعمل فحوصات تخصصية خاصة بالجينات والصبغيات. تماما. دكتور، أكيد رح ضمن حديثنا رح نحكي عن موضوع فارق العمر بين الزوجين له أثر، أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع، ولكن لحتى ما يتشعب عنا التسلسل وموضوع يا ترى شو هو الأفضل وقت للتباعد بين الحملين؟ الزوجين تزوجوا جابوا أول ولد، الفترة التباعد المثالية خلينا نحكي عنها. نحن بلش أول شيء موضوع الزواج. طبعا نحن بالتعريف العالمية يعتبر كل إنسان طفل أقل من 18 سنة، هذا رقم عالمي. نعم. فوق 18 مسموح الزواج. طبعا العمر المثالي هو الإنجاب حوالي 25 سنة للزوجين. يعني للزوجين 25. لا هو بصراحة الرجل شوي متأخر كان ما في مشكلة. يعني موضوع الزوجية يتغير. نعم. فالمرأة المثالية بعمر تقريبا 25 لتقريبا 29 سنة، هذا وقت مثالي لإنجاب ولد. طبعا نحن هلا رح نركز على ولد وولد الثاني اكيد ضمن حديثنا. قبل 18 سنه طبعا هي طفل لناحيه قانونيه ممنوع الزواج، بس حتى لو تزوجت الانجاب والحمل باقل 18 سنه فعلا خطر. يعني في امراض خاصه من اهمها الانسمام الحملي. نعم. اللي هو ارتفاع الشريان المحدث بالحمل عند الحوامل. هذا له مخاطر ولا زال مرض مجهول السبب بس له خطورته. بعدين نيجي على موضوع الانجاب. لما يصير الانجاب الاول طبعا نحن نذكر هلا اكيد في سؤال ثاني اكيد طبعا نحن ننصح جميع المتزوجين لا يأجلوا الحمل الاول. في ناس يتزوجوا يقول يتحسن ظروفنا. امتى تتحسن ظروف الانسان ما يتحسن ظروفه مدى الحياه. في شيء يعني يصير بيت يلزمك الشغل، يصير الشغل يلزمك سياره، يصير سياره يلزمك. فدائما الانسان يعني من الناحيه الماديه صعب يعني يصل للكمال يعني. فالحمل الاول لازم ما يتاخر. اول ما يصير الزواج لازم الحمل الاول مباشره لا يمنعوا الحمل، حتى اذا في شيء مشكله يعني يجوا تعالجوا. نحن نعتبر فوق 6 اشهر ما صار حمل نعتبره عقم هذا. فالمرأة الزوجين لازم ما يمنعوا الحمل، يعني يصير زواج طبيعي والممارسه طبيعيه حتى خلال 6 اشهر. اذا ما صار حمل عشان نشوف شو السبب، انه في مشكله معناته ما عم يصير حمل، يعني في مشكله عقم صار او نقص الاخصاب بالموضوع. فنحن اول شيء نذكر الحمل الاول لازم يصير فورا بعد الزواج. بعدين نيجي موضوع المباعدة بين الحملين. المباعدة بين الحملين المايو كلينيك هاي تبع أمريكية لمنظمة توليد أمراض النساء عم ينصحوا دائما بين 18 ل 24 أسبوع، يعني من سنة ونص لسنتين الفترة الزمنية المباعدة بين الحملين. التفسير تبع أول شيء مشان إعطاء فرصة للإرضاع الطبيعي. الإرضاع الطبيعي له أكيد مرة ذكرنا بحلقة سابقة إنه أول شيء يوقي الثديين من السرطان، يعمل نشأ علاقة عاطفية، وبعدين حليب الأم للأطفال. يعني كل يعني المملكة الإنسانية الحياتية كلها كل نوع يعطي حليبه للنوع تبعه. يعني من حق الطفل على النساء بالعالم كله إنه يأخذ حليب الأم. إلا إذا في مشكلة. يعني إحنا أكثر شيء مؤلم بالأطباء النسائيين نشوفه إنه نشوف أول أيام يعطوا مي وسكر الطفل ويعطوا حليب صناعي.
هذا الشيء يعني مو من حق الطفولة. حق الطفولة ياخذ حليب يرضع من صدر الأم. وحتى الأيام الأولى لما يكون اللبن هذا أحسن من كميات حليب كبيرة، ولو صنبا كميات قليلة لا فوائد كبيرة يعني. طبعا نحن طلعنا خارج موضوع ولا يعني. تمام. فهل 18 24 شهر 18 24 شهر قلت شهر يعني السنة ونص لسنتين، هذا فرصة لأرضاع الطفل، لتنشئة علاقة وللنمو السليم للطفل من الناحية المناعية ومن الناحية البيولوجية ومن الناحية النفسية. حتى شرعيا دكتور يعني حتى شرعيا، حتى شفت القرآن الكريم إنه ولادات يرضعن أولادهم حولين كاملين يعني هذا سنتين يعني. حولين سنتين يعني. فهذا حتى هذا سبحان الله يعني صدف إنه عالميا كما هيك مكتوب مثبت يعني. نزل المرجع على الحلقة نفسها. أكيد. المرجع هو مايو كلينيك شهر نيسان 2011 يعني دراسة حديثة جدا مو دراسة قديمة تماما. هاي بالنسبة النساء اللي عمرهم صغار يعني عمرهم صغار قصدنا أقل من 30 سنة. نحن قلنا فوق 18 سنة يعني بعد حتى فوق 30 سنة لما يصير 34 سنة فوق، هاي صار بالناحية الطبية اسمه صار يعني خروس مسني. طبعا هنا الناحية المجتمعية مو كبار بالعمر تمام. بس الناحية الطبية التوليدية هاي صار في خلل بقى. الرحم أول شيء يبلش قابلية الحمل أقل، يصير بيبلش بالرحم أورام ليفية، أحيانا تصير كيسات مبين، أحيانا إنجاب يتخربط، أحيانا تصير اضطرابات هرمونية. فالمرأة اللي فوق 34 سنة لازم ما تبعد بين الحمول. تمام. مثلا واحد تزوجت متأخر، تزوجت عمرها 35 سنة لازم هي تبلش فورا تحمل. حتى الأشهر الأولى ما نصبر عليه 6 شهور، لازم مباشرة بعد الزواج تيجي عند طبيب نسائي تشوف حالها إذا في شيء مشكلة تعالج فورا، يعني ما تنتظر 6 شهور. وبس يصير حمل أول حمل ثاني الأفضل المباعدة أقل يعني سنة فقط مو سنتين. هاي سوى هون القاعدة قاعدة 12 شهر. فوق ال 34 35 سنة لازم يكون بين الحمول سنة فقط. سنة. طبعا نحن كل قصدنا انه نحن نتوقع انه الاسره المثاليه 3 اطفال. 3 اطفال السنه 35 بعدين 36 37 يكون قبل 40 سنه جاب 3 اطفال. تمام اقل شيء. لانه بعدين فوق ال 40 سنه بلش مشاكل ثانيه. فوق 40 سنه اول شيء احتمال حمل ما يصير. صح. يعني يصير نقص اعصاب للمراه بشكل عام يعني. لو صار حمل كمان في بقى احتمال انه مش تشوهات. يعني من اكثر تشوهات الشائعه العالم يعرفوها هو الطفل المنغولي منغوليزم. يعني معلومه كلمه منغولي هلا شوي لازم الداون يعني. لازم الداون هي كلمه منغولي صار هذا طبيعي ما يكتب. لازم الداون هذا الطفل اللي يكون في عنده يعني مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل بالجهاز التنفسي، اكثر شيء مشاكل قلبيه يكون عنده، في مشاكل بالذكاء. اكيد. فهذا له عالميا الام اللي فوق 40 سنه يكون نسبه تصل لل1 على 32، صار نسبة 3 نسبة خطيرة كتير يعني. نعم. وفوق ال 45 تصير نسبة أعلى. فنحن نشجع النساء قبل 40 يجيبوا أولاد. فهاي فترة التباعد بين الحمول. تماما. والحمل الأول أيضا ذكرت لنا إياه دكتور. كمان موضوع آخر اللي هو ربما يرتبط اجتماعيا بموضوعنا، زواج الأقارب تأثيراته يا ترى شو لها؟ يعني تأثيرات مباشرة أو نتائج غير مرجوة بالنسبة لكم؟ أنت لاحظت من احنا حكينا من موضوع الاستشارة قبل الزواج. الاستشارة قبل الزواج هي أهم شيء مشان الموضوع هاي. نحن حتى لو زوجين ما يعرفوا بعض وبعاد عن بعض، إذا في بالعائلتين أمراض طبعا تصير هالأمراض هاي بالعلم الوراثي، لأنه الطفل يأخذ صبغي. عادة الإنسان ثنائية الصيغة صبغي 46 صبغي. أيوة. لما يصير الطفل النطفة تأخذ 23 صبغي من الأب وتأخذ البويضة 23 صبغي من الأم، يجتمعوا بالبويضة الملقحة. فهالصبغيات إذا فيها مرض، إذا في مرض عند أهل الزوج والزوج، وفي مرض عند أهل الزوج والزوجة، في صبغيين مقابل بعض يطلع الجين اللي حامل هالمرض يلتقي مع بعض يظهر المرض. فحتى لو مرض متنحي أو مرض نادر كمان راح يظهر. فمن هيك زواج الأقارب خطر. أيوة. زواج الأقارب خطر خاصة إذا كان في مرض بالعائلة. أيوة. إذا العائلة مدروسة وما في خطر إن شاء الله ما في مشكلة. بس أحيانا في مشكلة بالعائلات، أحيانا يكون في مرض نحن بنسميه بالطب نحن الأمراض الوراثية المتنحية أو المقهورة. يعني هالصبغي هذا لا يعطي الأعراض. بس لما الصبغيين يجتمعوا حاملين نفس الجين نفس صفة المرض يصير بقى الاثنيناتهم يصير نسبة 100 يصير مرض ظاهر. يصير مرض ظاهر يعني كان مخفي هون يحدث المرض. نحن قصدنا مخفي المرض والطفل اللي حامل هاي ما يحشر شيء، طفل طبيعي هو. نعم. بس لما يصير الجينين موجودين عند الجيل الثاني عند الأطفال الجداد راح يظهر يصير هذا الطفل مريض. يعني من دول مثلا تلاسيميا الصغرى كبرى. التلاسيميا الصغرى يكون حامل المرض. نعم. وما في أعراض أغلب. لو كنت التلاسيميا الكبرى يكون مرض ظاهر، يكون صار عنده فقر دم انحلالي بسبب الهيموغلوبين التلاسيميا يعني. تمام. وهذا طبعا مرض خطر. انت بتشوف معاناة الأطفال يعني. نعم. بشوف عائلات يعني في تلاسيميا زوج عائلة ثانية، هاي طبعا كارثة.
وخاصة عندنا بالسوريا المرض شائع، يعني مرض مو مرض نادر. تماما. دكتور، موضوع التباعد الشديد أو خلينا إذا صح التعبير أو التباعد الطويل بين الحملين، مثل ما ذكرت حضرتكم ببداية الحلقة أنه الحمل الأول مباشرة بعده بسنة تعطي فرصة للحمل. تأثير هالتباعد يعني بيطبقوا موضوع الحولين أو السنتين على جميع الأطفال. يا ترى شو له تأثير هالتباعد الطويل أو الشديد إذا صح التعبير؟ هو الطب كل شيء بالطب هو باعتدال، هو يعني الإنسان توازن بالحياة بشكل عام كويس، لا يعني لا زيادة ولا نقصان. يعني شيء إذا زودته كمان تصير بخيل، وإذا كتير صرفت تصير مبذر، تصير نص مجنون. فبالطب كمان الطب الاعتدال مهم هو. فنحن قلنا تنظيم الأسرة، ما قلنا كمان نجيب طفل وقد بعدين يناموا عليه. أحيانا يجوا مرضى عم تصير حوادث نشوف العيادات كمان يجوا مرضى بكون جابوا طفل وبعدين حطوا له أو منعوا حمل فترة طويلة، بصير يعني يكون مضى على هذاك الطفل هذاك 6-7 سنوات. أول شيء احتمال ما عاد تصير أولاد، يعني يكون شيء طارئ، مثلا صار عملية زائدة، صار التهابات حوضية، صار يعني المرأة مو دائما منجبة والرجل كمان مو دائما منجبة، يصير أمراض طارئة على الإنسان، التهابات فيروسية. أنت شفت الفترة الأخيرة كورونا، حتى كورونا موضوع الكورونا مع دراسة الإنجاب صار موضوع قيد دراسي، بس يعني عم تعمل مشاكل يعني. فيعني مو موضوع سهل إنه كمان يصير حمل السرعة. فلاحظوا الناحية الطبية حتى على صحة المرأة لما يمضى فوق 5 سنوات على آخر حمل تصير كأنه أول حمل. نحن بالانطباع الأطباء النسائيين مفكرين 10 سنوات 5 سنوات ترجع المرأة كانوا الحمل الأول. مو من ناحية صعوبة الولادة، من ناحية إنه الاختلاطات تصير بالحمل الأول، منها الانسمام الحملي خاصة. الانسمام الحملي إنه هذا المرض المجهول السبب اللي الكامل يصير تفادي المرأة ما تتحمله، يصير من ضمنه نزيف دماغي، يصير تمزقات كبد، يصير فقر دم انحلالي، ويصير موت موصول حمل، موت الجنين يعني، وأحيانا حتى يؤدي العمى. طبعا هو المرض لا زال مجهول السبب، ومن الامراض النسائيه الخطر اللي ما نحب نشوف عند المريض ده، بس مرض واقعي موجود ونسبته كبيره. ففوق ال5 سنوات كمان الكتب تقول فوق ال5 سنوات لازم ما يصير يعني تباعد بين الحملين. مثل ما قلنا اذا عمر المريض اقل من 35 سنه من 18 ل 24 سنه، يعني من سنه ونص لسنتين. نعم. اذا يعني مو 5 سنوات لازم يكون حتى حكما اقل من 5 سنوات بين الحملين. يعني يفضل اقل من 5. اذا بتجيب طفلين 3 يكون فرق بين الاطفال اقل من 5 سنوات. تماما. بالوقت المثالي قلت لك انه 2 سنين. حابب اذكر مستمعينا اللي عم يشاهدونا وعم يسمعونا، انتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو دكتور رضوان محمد، اختصاصي بامراض النساء وجراحتها. عم نحكي عن موضوع تنظيم الاسره، موضوع الفحوصات الطبيه قبل الزواج، والعديد من الاسئله والعديد من النقاط المهمه جدا اللي عم نحكي عنها، واللي هي لازم يعني يتسلط الضوء عليها قبل الزواج. مستمعينا اللي حابب يسأل فيكن تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا 429 101 رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر مشاهدينا اللي برات البلد أيضا فيكن تنضموا لنا بوير عربي، بثنا المباشر عم تشاهدوه على أيضا الأرقام واضحة على الشاشة. الدكتور، طبعا موضوع حقيقة مشعب، يعني حتى عم تجينا أسئلة على البث المباشر، أكيد الدكتور حق يجاوب عليها. من شوي أيضا حكيت عن موضوع الإنجاب الأول. في كتير من الأزواج بيتزوجوا بعمر صغير، فبحجة أنه الزوجة ربما أو تكون موظفة أو لحتى يعني في أسباب هن بيذكروها وهن ما لها موضوعية، فبيضطروا أو هن بيأخروا هالإنجاب. موضوع الإنجاب الأول أو الجنين الأول أو الطفل الأول، يا ترى شو له تأثير، شو له مضار؟ لو تحكي لنا عنه. مثل قلت لك أول شيء، نحن الموضوع دائما موضوعنا بنحكي بزواج المنطقي، يعني نحن نعتبر إنه المرأة فوق 18 سنة. لو تصير قبل 18 سنة صار طفلة، هاي طبعا يعني في صعوبة بالحمل، الأفضل تصير بعد 18 سنة. نعم. بس الموضوع البشر، يعني البشرية لا تقاس مثل الميكانيك، مثل يعني آلة. البشر ما يتزوجوا لازم يجيبوا أولاد، يعني أساس العلاقة الزوجية هي يعني استمرارية البشر يعني. نعم. فمن أساس استمرار الأسرة مو المادة، هي أساس الأولاد. أنت شفت الوضع حاليا، الأسرة اللي ما فيها أولاد انتهت، تنقرض، يعني جيل واحد تنقرض، جيلين. صح. فموضوع النجاح الأسرة هو بوجود أطفال. فنحن دائما نصيحتنا للزوجين إنه تأخير الحمل الأول لا يتأخر، خاصة إذا كان ما في أي مشاكل صحية عندهم. ظروف ما تتحسن، اللي يدرس جامعته يدرس جامعته يكمل جامعته، يعني سواء في طول ما في طول. فدائما ما دام صار زواج، ما دام قرروا يتزوجوا معناته بيكونوا أسرة.
طبعا. فالناحيه الطبيه الافضل عدم تاخير الزواج. مثل مشكلته انه يكون احيانا في اسباب مخفيه للعقم مشان الواحد يدرسها ويعالجها قبل فوات الاوان يعني. اكيد طبعا. دكتور، لو نحكي عن موضوع الإجهاضات أيضا، في كتير من النساء بيلجأوا أنه عندهم أكثر من ولد، أو حتى بالإجهاض بالحمل الأول بتلاقوا أكيد في مراجعين لألكم وبنشهد هالحالة هاي، أنه إذا صار حمل هن ما بدهم يصير حمل، فالإجهاض الأول ما تأثيره، والإجهاضات بشكل عام شو لها تأثير الإجهاضات الغير عفوية دكتور؟ بشكل عام هن اطباء اكيد، في اطباء اخواننا اطباء النساء يسمعونا كمان. نعم. هو اكثر شيء مزعج للطبيب النسائي لما تيجي تراجع مريض ده بده اجهاض. وبشكل عام الاجهاض غير قانوني غير شرعي. عندنا بناحيه الشرعيه الاسلاميه والناحيه القانونيه السوريه ممنوع. هو نعم. في اجهاض طبي لحالات خاصه، مثلا اذا مريضه عندها مرض قلبي، اذا في عندها سكري غير منضبط، مثلا اذا عندها مرض قلبي امتاز زمانجر، اذا اخذ مثلا مواد مشوهه مثبته مثل مثلا ادويه السرطان واخذ ادويه مثبطات مناعه. نعم. في امراض وفي ادويه مؤكده انه تشوه الجنين، هذيك ناحيه شرعيه كما حتى في كتاب الدكتور مرحوم سيد رمضان البوطي، من الناحيه الشرعيه مسموحه هذيك اذا في حالات طبيه خاصه. نعم. اما الاجهاض بدون اي سبب طبعا هو يعني نحن ضده. وطبعا وللاسف كمان الناحيه الطبيه كمان الاجهاض الدوائي، الإجهاض الطبي الدوائي حتى لما يكون الجنين حي يكون اجهاض صعب جدا. نعم. يعني في كثير نساء يلجأوا لاخذ حبوب. يعني انا خبر على هالمنبر هذا انه ما هلا بالكره الارضيه كلها الدواء موجود رسمي بالعالم ما في يعني لا زال الاطباء بالعالم كلهم ماشيين على قسم ابيقراط ولو شكليا ولو رسميا. اكيد. فلهلا بالعالم ما في شركه ادويه صنعت دواء للاجهاض. المستخدم بالسوق ما راح نذكر اسمه، هو عباره عن دواء قرحه. نعم. بس يعمل تأثيرات جانبية، يعمل نزف مهبلي. نزف مهبلي احيانا يؤدي للإجهاض واحيانا لا يؤدي للإجهاض. بس اخذ الدواء هذا طبعا لا زال دواء غير مدروس كويس انه اذا مريض اخذته يشوه الجنين ولا لا، بس ما دام هو دواء يعمل نزف احتمال يضر الجنين. فنحن ننصح المرضى انه اول شيء اهم شيء يمنعوا الحمل، ينظموا الاسره. نحن حلقه طبعا عن تنظيم الاسره، ينظموا الاسره، ياخذوا حبوب منع حمل او لولب او طريقه منع حمل نظاميه، او حتى الرضاعه الطبيعي نفسه له مفعول منع حمل خفيف. نعم. نضيف له حب منع حمل تبع رضاعه وما له اي ضرر. في ترضع 2 سنين وتمنع الحمل. بس المشكله ما يصير الحمول اللي غير مرغوب فيها تصير هذيك بقى الناحيه الطبيه. اذا ما في اي مشكله عند الام وعند عند الجنين، هي طبعا اجهاضها خطر جدا وله مشاكل، يصير استيقاظ رحم، يصير نزوف، واغلب مشاكل الاطباء النسائيه مع بعض المرضى مع المرضى نفسهم كمان موضوع الاجهاض الدوائي، يعني الاجهاض الجنائي نحن الجنائي يعني اجهاض غير طبي ما له استطباب طبي يعني. تماما. طب تحكي لنا دكتور عن الاجهاضات العفويه والحمل، يعني الفتره بين الاجهاض العفوي، مرة جابت صار لها جنين او طفل او حمل، صارت فرصه حمل وصار اجهاض عفوي نتيجه ظروف معينه ما، شو الفترة اللي لازم تحمل طبعا هو بالاجهاض هو جزء من الاختلاطات النسائيه. هو أيوة. نحن نجي على موضوع الاجهاض الطبي. الاسقاط هو يسموه ابورشن، هذا نسبته تقريبا 12% من كل حمول. والكتب الحديثه تقول اللي اذا يعني في اجهاض، في الاسقاط العفوي للجنين البيولوجي، يعني اول ما يصير حمل، لانه كثير مرضى احيانا يصير عندهم دوره بكون صاير حمل وصاير اسقاط. نعم. فهلا الكتب الحديثه تقول نسبه الاسقاط ممكن تصل ل 50%، يعني مشان تعرف انه هشاشة الوضع الجنس البشري يعني. صح. يعني الاسقاط 50% قبل ما يصير حمل يصير اسقاط. فكتير ناس يعني يكون عندهم ما في مشكله وما يصير حمل، يكون عندهم اسقاط وقت الدوره، يكون نازل الجنين مع وقت الدوره. الاسقاط الثاني اللي صار اسقاط سريري، صار اسقاط بقى مشاهد من قبل الطبيب ومريضه شافت التحليل وشافت كل شيء، هذاك اسقاط، هذاك اسمه اسقاط العفوي 12%. يكون اسبابه كثير، من اكثر اسباب هالاسقاط هذا هو التشوهات الصبغيه. ايوه. انه هالجنين تكونه غير مضبوط، يعني مثل تقول مضغه غير مخلقه، انت شو هذا الجنين فيه مشكله صبغيه بالجنين هذا راح. اذا تكرر هالاجهاض هذا ممكن توصل 19 وممكن 42% الاجهاضات اسقاط متكرر اسمه، لما يصير فوق 3 يصير متكرر، هذا بده دراسه خاصه. تماما. نيجي على موضوع الحمل بعد الاسقاط. ايوه. اذا المريضه يعني اسقاط واحد وما عندها اي مشكله وعندها رغبه بالحمل وما عندها اولاد، الكتب الحديثه تقول لا، ما يلزمها فتره استراحه. نحن صرنا من خبر مرضانا، حتى انا من دون انا مخور مستريح خلص 6 اشهر كذا، بس اللي ما عنده اولاد حقيقه شعورها صعب، يعني تقول اصبري 6 اشهر. فالناحيه الطبيه العلميه ما في اي مشكله تحمل فورا كمان.
تمام. يعني هذا هي مو مثل الحمل العادي، مو مثل يعني ولادة طبيعية أو ولادة القيصرية، ما يلزم فترة استراحة 6 شهور أو سنة أو سنتين. فمثل وقتك الإجهاض العفوي اللي مريضة ما عندها أولاد ممكن تحول حمل فوق بعد مباشرة. أما صار إسقاط متكرر صار 3 مرات، هذيك بننصح المريضة مشان ما تعيد المأساة مرة ثانية ويصير حمل ويصير إسقاط، تعمل دراسة. تعمل دراسة، من ضمن دراسة مثلا تشوف إذا في تشوهات راح توصل تصوير رحم، تعمل تحاليل هرمونية مشان الغدة إذا في خلال الغدة، تعمل تحاليل حتى تبع الصبغيات، تعمل تحاليل زوجة، في تحاليل مناعية تعمل بالوقت الحالي مثل الفوسفوليبيد، كارديوليبين، هاي تعمل جلطات بالمشيمة. تعمل دراسة كاملة، هذه دراسة تاخذ لها 2-3 أو حتى ولو 6 شهور، تعمل دراسة قبل الحمل النظامي يعني. ما دام صارت 3 إسقاطات وعم يصير إسقاط مشان ما تعيد نفس التجربة المؤلمة يعني. فالأفضل تعمل دراسة ولو تاخذ 6 شهور، تعمل دراسة كاملة وبعدين تحمل بعد 6 شهور. بس أما الإسقاط العفوي لمرة واحدة ما يلزم تأخير يعني. دكتور، من شوي حكيتوا عن موضوع منع الحمل ومن أجل تنظيم الأسرة، يا ترى شو هي طرق منع الحمل لو تحكوا لنا عنها؟ بصراحة ببحث موضوع تنظيم الأسرة اليوم، أنا عادة لما أجي على الحلقة مشان يعرفوا المواطنين أنا عم بقرأ يعني. تمام. أنا عم بقرأ وبجيب معلومات حديثة قدر الإمكان مشان تكون فايدة لنا وللجميع يعني. بالضبط. بتنظيم الأسرة ما ذاكرين طرق منع الحمل اللي العالم يعرفوها، ما ذاكرين الحبوب وما ذاكرين لوالب، ذاكرين طريقة منع الحمل طريقتين هنا. الطريقة الأولى هو الاعتماد على الدورة التنصية، إنه اجتناب الجماع أيام الخصاب. نعم. أيام الخصاب عند المرأة اللي دورتها نظامية عادة الإباضة يكون عندها يوم 14. فأيام الخصاب هي من عندها تقريبا يوم 9 ل 16. يعني تجنب الجماع بهالأيام هاي اسمها طريقة تجنب الجماع أيام الخصاب. طبعا المرأة بشكل عام الحمد لله نساء واعيات يعني. كل واحد تعرف مدة الدورة تبعها وتعرف فترة الإباضة، وفي بعض حتى يعرف شو علامات الإباضة. فتجنب الجماع أيام الإباضة هي أيام الإباضة اللي كتير خطر يصير حمل هي 3 أيام، يوم 13 14 15 اللي دورتها نظامية، نضيف يومين إضافي زيادة كمان مشان ما يصير حمل. هاي طريقة طبعا ناجحة، مو 100% ناجحة بس طريقة كويسة. الطريقة الثانية هو طريقة يسموها طريقة العزل أو الأبستيننس بيسموها، أو قذف خارج الرحم. هاي تطبيق طريقتين مع بعض ممكن تكفي يعني طريقة كافية علميا زوجين يعني دورة نظامية ويكونوا متعاونين مع بعض. طريقتين مع بعض قصدنا انه طريقه انه تجنب الجماع ايام الاباضه والعزل بقيه الايام. تماما. هاي طريقه ناجحه. نيجي بعدين الطرق الثانيه، المريضه اللي عم ترضع طبعا دورته تكون مخربطه، ما تعرف الاباضه ما الاباضه، هذيك مجبوره تاخذ حب منع حمل تبع المرضع. وحب منع حمل تبع المرضع هو اسلم دواء منع حمل، هو في هرمون واحد، هرمون هذاك غير ضار وكميه قليله جدا جدا، وتاخذه حبه يومين، ومن فوائده كمان يزيد الحليب. ومن فوائده النساء النحيفات يسمنوا، بس الاسمان ما يعرفوني. وحتى زيادة الوزن عليه كمان هو حبس السوائل، يعني اللي عم يزداد وزن على الحب مع الحمل تبع الرضاعة هو حبس السوائل كيلو أو كيلوين من الماء. تمام. بعد ما تخفوا هذيك الكيلوين يروحوا، يعني مو زيادة الوزن حقيقية، مو الكتلة الشحمية يعني. تمام. فنضيف لهذا الشغلتين حب مع الحمل للمرضى اللي عم ترضع. تماما. في طرق تانية بعدين إذا تحب نذكر لك إياها. أكيد رح نجاوب على كم سؤال للأخ طلال. سؤال: إذا تم الزواج قبل عمر 17 سنة وتم الحمل، هل هذا الطفل أو المولود يكون متكامل ومستقبل هذا المولود يعني؟ سؤال واضح. السؤال واضح. هو نحن طبعا نحن مسلمين الحمد لله، ونحن ديانة توحيدية، سواء نحن وأخوتنا المسيحيين نحن نعتبر المرأة بالغة إذا تجي الدورة، إذا حتى إذا صار في احتلام، إذا صار في يعني دورة نظامية. فناحية الطبية والشرعية هون مختلفين عن بعضهم. وصراحة المناطق الحارة لاحظنا مناطق الحارة يصير بلوغ مبكر يعني. فحتى كتب النسائية تقول البلوغ المبكر هو قبل 9 سنوات. يعني كتب النسائية، ترجع كتب النسائية الرسمية افتح المجلد شوف إنه كاتبين البلوغ المبكر هو حدوث الدورة التنصية قبل 9 سنوات. 9 سنوات فوق 9 معناته في بلوغ، معناته ما يعتبر بلوغ مبكر. وبلوغ متأخر لما تصير دورة فوق، شوف بلوغ متأخر لما تصير دورة بعد 18 سنة. تمام. فيعني تعريف القانونية شيء وتعريف الطبية شيء ثاني. أكيد. فالمرأة ممكن تبلغ تصير عندها بالغة بال 10 سنوات 12 سنة، طبعا هي نحن ضد الزواج باكر. بس نفس صار الزواج هذا مثلا عمر 17 عمر ما يعتبر بالغ ما يشلح. نحن خوفنا من حدوث المرض عند الأم مو الطفل، عادة الأطفال يكونوا سليمين يعني. بس من أكثر الشيء اللي شان الزواج الباكر يعني فوق أقل من 18 سنة يصير عندهم انسمام حملي. الانسمام حملي هو حالة عجيبة، يعني المرأة تيجي بتفتت الشياني وبيلي بروتينية، وممكن يصير موت محصول الحمل يعني جنين موت.
احيانا بس بشكل عام يعني الحاله بصراحه نادره يعني 17 سنه تقريبا 18 سنه. بس الاعمار الابكر، لانه اذا فتحت التاريخ تقول مثلا 17 يقول لك 14 يقول 18، بس الافضل الزواج بعد 18 سنه. صار زواج فوق قبل 17 ولو مو قانوني وصار حمل، يعني واحد يشوف اذا حمل طبيعي، غالبا حمل طبيعي راح يكون، الا اذا ما صارت اختلاطات ومشاكل عندهم يعني. تماما. دكتور، فارق العمر بين الزوجين يا ترى شو له تاثير لنختم حلقتنا بهذا؟ والله هذا سؤال صراحه اكثر شيء سؤال فلسفي اكثر من سؤال خاني، لانه فيزيولوجيه الرجل يعني المراه، لانه في شغلات فيزيولوجيه. المراه هي اخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا يعني. المرأة فوق ال 45 سنة عادة تبلش بفترة تباعد الطموس وبلش بانقطاع الطمس. عمر الوسطي بسوريا هو 51 سنة، بعد 51 سنة تنقطع الدورة عند النساء. الرجل يضل منجب لل 90 80 سنة يضل منجب يعني. فارق العمر في شغلتين، الناحية الزوجية طبعا، الناحية الاجتماعية شيء والناحية العلمية شيء ثاني. الناحية الطبية إذا الزوجين متفاهمين يعني. أنا قرأت كتاب إنه كان سقراط الفيلسوف اليوناني يقول لازم يكون فرق 17 سنة. تماما. بس يعني حقيقة العصر الحالي من كثر ما التكنولوجيا تطور وكل جيل مختلف عن جيل تاني يعني لو يكونوا نفس الجيل أحسن يعني من 5 سنوات 2 3 4 5 مقبول يعني. بس أنا تفاجأت سقراط كاتب إنه لازم يكون، يقول لازم يكون 17 سنة فما فوق. قال لأنه يعني على الموضوع اللي ذكرناه يعني. تماما أكيد. ففارق العمر يعني يكون نفس الجيل يعني. تماما. رح نختم حلقتنا دكتور رضوان بمجموعة من النصائح حتى الوقائيين يعني للأزواج بشكل عام أو للمقبلين على الزواج، الشابات والشباب اللي مقبلين على الزواج، مجموعة من النصائح من عند الدكتور. والله أهم شيء نحكي نصائح اجتماعية أكثر من طبية. نحن نشجع الزواج. هلا لو تعرف ظرف الحرب على بلادنا الحزينة يعني حقيقة شبابنا من طرفين يعني، والهجرة يعني وضع لها صعب. نحن نشجع الزواج، ومن الأمور وتشجيع الزواج كمان يكون يخفوا التكليف عن الشباب يعني. يعني في تكاليف هائلة جدا يعني. هالتكاليف هاي تدفع الأسرة المستقبلية يضلوا مديونين. وفانت قلت هذا موضوع يأخروا الإنجاب لأنه ما عاد فيه يعني يصيروا مفلسين تحت الديون. فنحن أول شيء نشجع الزواج، وخاصة الزواج يعني ما يأخروا الزواج. يعني ما نقول زواج الباكر، بس الزواج يكون منطقي يعني. مو المرأة 35 و 40 سنة بعد الزواج، أو الشاب يتأخر كمان. حتى تأخير الزواج الشاب كمان مو كويس، الرجل كمان مو كويس. فنشجع الزواج بوقت المناسب، وعدم تأخير الإنجاب، يكون الإنجاب وقت مناسب، ويعملوا استشارة زوجية قبل الزواج، ولو استشارة والطبيب يعني، ولو يعطوه معلومات. طبيب فحصوا إنه يأخذ معلومات فكرة عن الأسرة، مو شرط يعملوا التحاليل الغالية. نحن مع تسهيل الإجراءات وتبسيط الإجراءات هي. فاستشارة وراثية عند الطبيب يكون يعرف بعض العائلتين يعني، استشارات خاصة ويفحص، والفحوصات الروتين الطبيعية يعني الأساسية يعني. بحكم أنه ما عندنا مراكز متطورة لنعمل دراسة كاملة للمريض. والشيء الثاني أول يصير كمان زواج لا يأخر الحمل الأول، لأنه الظروف بيضرب العالمين ما أعرف شو الظروف، فدائما لا يأخر، لأن الطفل كمان له حق بيجي على الحياة يعني، حق الحياة للجميع يعني. تماما. وتباعد كمان تباعد منطقي يعني 2 مو أكتر يعني. تماما. مو كمان يخلي يجيبوا طفل بعد 12 سنة يعني. أحيانا بجوز ما يصير حمل. في عم شوف الحالات من يعني قلت لك الموضوع باعتدال، لا بتطرف زيادة ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط. ألف شكر لكم دكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها، على المعلومات القيمة والاستضافة الحلوة. شكرا لكم. شكرا لكم ولحسن متابعتكم متابعينا ومشاهدينا مشاهدي إذاعة بوير FM. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة.